يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن تقرير مالي عمل دوشة كبيرة قوي في السوق الفترة اللي فاتت، وهو تقرير شركة القلعة القابضة. التقرير ده اتأخر كتير والناس كانت قلقانة، بس لما نزل كشف عن تغييرات ضخمة وجذرية بتحصل جوه الشركة. يلا بينا نفصص الحكاية دي مع بعض. وقبل ما ندخل في التفاصيل، مهم جدا نوضح إن المادة العلمية والتحليل اللي هنعرضه النهاردة تم تجميعه بواسطة الدكتور محمد سعد في جروب ملاحظات متداول من القاهرة للرياض. السؤال الأهم واللي كان على لسان كل المستثمرين والمتابعين كان بسيط وواضح. هو التقرير المالي اتأخر ليه كل ده؟ هل في مصيبة مستخبية؟ ده كان اللغز اللي محتاجين نحله عشان نفهم الصورة كاملة. ودي هتبقى خريطة الطريق بتاعتنا في حلقة النهاردة. هنبدأ برغز التأخير ده ونفكه، وبعدين ندخل على الأرقام ونشوف إيه حكاية التقريرين المختلفين، ونوزن ما بين نقط القوة والضعف، ومنها نشوف إيه هو طريق التعافي، وفي الآخر خالص هنبص على مستقبل السهم. أول حاجة، قصة التأخير. الحقيقة إن الموضوع ما كانش مجرد مشكلة إدارية أو غلطة بسيطة، لا خالص. التأخير ده كان نتيجة مباشرة لعمليات ضخمة ومعقدة جدا كانت بتحصل جوه الشركة نفسها. الموضوع كان بيتمحور حوالين 3 حاجات أساسية. أولاً، الشركة كانت بتعمل أكبر عملية إعادة هيكلة ديون في تاريخها، بتسوي ديون بالمليارات مع جهات دولية وبنوك محلية. تانياً، إجراءات زيادة رأس المال كانت محتاجة موافقات رقابية معقدة جداً وخدت وقت طويل قوي. وآخر حاجة، كان في تغييرات كبيرة في هيكل ملكية الشركات التابعة، يعني القلعة كانت بتزود سيطرتها على أهم أصولها. فالتأخير ده كان علامة على ولادة جديدة، مش مجرد تعب. تمام، كده فهمنا سبب التأخير. تعالوا بقى ندخل على الأرقام نفسها، ودي أهم حتة. بس هنا لازم نقف لحظة عشان نفهم إننا بنتكلم عن نوعين مختلفين تماماً من القوائم المالية، ولازم نفرق بينهم عشان الصورة توضح. الرقم اللي عمل الصدمة الأولانية كان صافي خسارة حوالي 740 مليون جنيه في القوائم المالية المستقلة للنص الأول من 2025. طبعاً رقم ضخم، وأي حد يشوفه طبيعي يقلق. لكن هنا بقى مربط الفرس. الخسائر دي مش جاية من تشغيل الشركات والمصانع، لأ، دي خسائر سببها الديون وتكاليفها، يعني خسائر على الورق. عشان نبسطها، تخيل إن في صاحب مطعم مطعمه ناجح جدا وبيبيع كويس قوي وبيكسب من الأكل، بس هو واخد قرض كبير عشان يفتح المطعم ده، فأقساط وفوائد القرض دي أعلى من مكسبه، ففي آخر الشهر بيلاقي نفسه خسران. هل ده معناه إن المطعم فاشل؟ لأ، معناه إن تكاليف تمويله هي اللي عاملة المشكلة. هو ده بالظبط وضع القلعة هنا. وعشان نفهم أكتر، القوائم المستقلة دي هي اللي بتورينا وضع الشركة الأم لوحدها، ودي اللي عليها الديون الكبيرة فظهرت فيها الخسارة. لكن القوائم المجمعة، ودي الأهم للمستثمر، دي اللي بتلم كل الشركات التابعة مع بعض وتورينا الصورة الحقيقية لأداء البيزنس كله على الأرض، وهناك الوضع مختلف. دلوقتي بعد ما فهمنا الصورة الكبيرة، يلا بينا نحط كل حاجة في ميزان، نشوف إيه الكويس اللي حصل وإيه اللي لسه محتاج شغل ومتابعة. أهم وأكبر نقطة قوة، ودي بجد إنجاز ضخم، هي إن القلعة نجحت تفكك قنبلة الديون الموقوتة اللي كانت بتهددها. الديون دي اتشالت من على كاهل الشركة الأم واتنقلت لشركات تابعة شغالة وقادرة تسددها من أرباحها. ده غير إن سيطرتهم زادت على أهم أصولهم، وده بيقوي موقفهم جدا للمستقبل. بس في نفس الوقت ما ينفعش نغمض عينينا عن التحديات، لسه في مشاكل كبيرة. مصاريف الفوائد لسه عالية جدا وبتاكل أي أرباح تشغيلية، وكمان الشركة حساسة قوي لأي تغيير في سعر الفايدة أو سعر الصرف، يعني أي هزة في الاقتصاد الكلي بتأثر عليها جامد. وده معناه إن طريق التعافي مش هيكون سريع، لكنه هيكون تدريجي خطوة بخطوة. طيب، لو الوضع كده، الأمل جاي منين والتعافي ده هيحصل إزاي؟ الإجابة كلها موجودة في الأصول التشغيلية للشركة، يعني الشركات الحقيقية اللي بتشتغل وبتكسب. دي هي القيمة الحقيقية للمجموعة كلها. زي ما هو واضح هنا، الشركة المصرية للتكرير أو ERC هي جوهرة التاج، هي العمود الفقري للقلعة، لوحدها بتمثل حوالي نص قيمة الشركة كلها. بعدها يجي قطاع الأسمنت والتعدين، وبعدين طاقة عربية وباقي الشركات. التركيز على قيمة الأصول دي هو اللي بيحدد مستقبل القلعة. وهنا المحللين بيستخدموا طريقة تقييم لطيفة قوي اسمها مجموع الأجزاء أو SOTP. فكرتها بسيطة، بدل ما يبصوا للقلعة ككتلة واحدة، بيقيموا كل شركة تابعة لوحدها كأنها شركة مستقلة. المصرية للتكرير تسوي كام، طاقة عربية تسوي كام، وهكذا. وفي الآخر يجمعوا كل القيم دي عشان يعرفوا القيمة العادلة للشركة الأم. طيب، بعد كل التحليل ده الخلاصة إيه؟ السهم رايح على فين الفترة الجاية؟
إيه هي التوقعات بناء على كل اللي بيحصل ده؟ على المدى القصير في 6 شهور الجايين حركة السهم غالبا هتكون متقلبة وبتتحرك مع نفسية السوق أكتر من أي حاجة تانية. على مدى سنة العامل الحاسم هيكون استقرار أسعار الفايدة، وهنا بنتكلم في السعر مستهدف ممكن يوصل لحوالي 4 جنيه ونص. لكن لو بصينا أبعد على مدى سنتين، لو خطة التحول دي نجحت بالكامل فاحنا ممكن نشوف أسعار مستهدفة بتتجاوز ال6 جنيه. الشريحة دي بقى هي زبدة الموضوع كله. بصوا على الجدول ده كويس. ده بيورينا قد إيه مصير السهم مش في إيد الشركة لوحدها، لكنه مرتبط جدا بالوضع الاقتصادي العام. لو أسعار الفايدة نزلت والعملة استقرت، وده أفضل سيناريو، السهم ممكن يطير. لكن لو حصل العكس وده أسوأ سيناريو، السهم هيتضغط جدا. فالقرار هنا بيعتمد بشكل مباشر على رؤية كل واحد لمستقبل الاقتصاد المصري. وفي النهاية ممكن نلخص رحلة التحول دي كلها في جملة واحدة مهمة جدا: القلعة بتتحول من شركة كانت معروفة إنها قصة ديون ومشاكل المالية لشركة قيمتها الحقيقية بتكمن في قصة أصولها القوية اللي بتشتغل وبتنتج. وهو ده التحول الجوهري اللي كلنا بنتمنه.